أهلا وسهلا بيكم. أتمنى إن أنتوا تكونوا بخير وفي سلام. الطريقة اللي هوريها لكم في الفيديو ده للناس اللي عايزة مكياج خفيف وفي نفس الوقت شيك وجذاب. وفي الفيديو ده هوريكم 3 طرق. نبدأ من مكياج ينفع للصبح، بعدها هنضيف خطوة نحوله المكياج ينفع لبعد الظهر أو مناسبات خفيفة، وبعدها هنزود كمان خطوة ونحوله المكياج ينفع لسهرة. لكن في الثلاث حالات هي الطريقة شيك ورقيقة وفي نفس الوقت جذابة، وتنفع لو حد جفونه مبطنة أو حتى عادية، وكمان تنفع لكل الأعمار سواء شباب أو حتى كبار في السن. أول حاجة هنجهز العين سواء برايمر أو كونسيلر، هنختار المناسب لدرجة بشرتنا، وبعدها هنثبت ببودرة تثبيت بكمية خفيفة جدا ونوزعها بفرشة دمج كبيرة وواسعة زي ما أنا موضحة في الفيديو. بعد كده هنجيب لزق ونلزقه عند الزاوية الخارجية لعيننا بالطريقة دي. ولو عايزين تعرفوا ازاي تخلوا عينيكوا الاتنين زي بعض في الاتجاه، هسيب لكم في صندوق الوصف رابط للفيديو اللي عملته اللي يعلمكم الطريقة دي. بعد كده استعملت لون وردي غامق قريب من لون ظل عظمة الحاجب علشان أدي إحساس الظل، واستعملته عند عظمة الحاجب. وبالنسبة للناس اللي عيونها مبطنة، حتى لو مش شايفة عظمة الحاجب بصباعك ممكن تحسيها، وعندها وزعي الآي شادو عند المكان ده علشان تخلقي منظر عظمة الحاجب للعين اللي بص عليكي. وهنسيب مسافة تحت الحاجب صغيرة زي اللي أنا موضحاها في الفيديو زي كده، بدون ما نوزع عليها الآي شادو فيدينا الإحساس بالعمق بتاع عظمة الحاجب. بباقي الآي شادو اللي على الفرشة هنغمق شوية الجفن المتحرك نفسه علشان نكسر لون الأساس اللي كنا حاطينه، وهنسيب الزاوية الداخلية للعين بدون ما نيجي جنبها خالص ولا نحط عليها أي حاجة. هنا أنا جبت قلم كحل لونه أزرق، أو ممكن تستعملي ايلاينر أو حتى آي شادو، واستعملي اللون اللي انتي حباه حسب فستانك، حسب أي حاجة انتي عايزاها. هنحط شوية صغيرة عند الزاوية الخارجية للعين عند نفس النقطة اللي فيها اللزق، وأبدأ أوزعه بالعرض رايح جاي بفرشة توزيع صغيرة جدا، وهنمشي بخط رفيع على جذور الرموش رايح جاي من نص العين تقريبا لحد طرف العين، ونخرج عن الطرف الخارجي للعين حتة صغيرة جدا، لأن اللوك الأولاني احنا هنعمله للصبح، فمش محتاجين يبقى عندنا ألوان وآيلاينر كتيرة قوي طالعة بره عنينا. هنرجع نكرر تاني اللون بتاع الايلاينر بتاعنا علشان أول مرة لما بندمجه بفرشة الدمج بيخف شوية مع التوزيع، علشان ممكن يندمج مع الكونسيلر اللي كنا حاطينه أو حتى مع درجة بشرتنا نفسها. فنرجع نتقله مرة أو اتنين ونرجع نكرر الدمج بطريقة خفيفة، ويفضل تاني وتالت مرة يبقوا بطريقة الطبطبة مش بطريقة الدمج علشان اللون يفضل ثابت مكانه. أهم حاجة إن انتي ما تخرجيش عن الخط ولا تزودي الدمج بتاعك قوي وتخلي الخط بتاعك رفيع ورقيق على قد ما تقدري. احنا هنا ممكن نخلص ونشيل اللزق بتاعنا وننضف تحت العين ونحط الماسكارا، ويبقى كده عندنا مكياج ناعم للصبح مطفي ورقيق. وبالنسبة للصبح يفضل ان احنا نستعمل ماسكارا تطويل مش ماسكارا تتقيل. لكن انا دلوقتي هحول المكياج ده لمكياج ينفع لمناسبة خفيفة بعد الظهر، هيكون فيه شوية لمعة او هنستعمل فيه شimmer. هجيب لون قريب من الوردي وفيه لمعة فضي، لأن الفضي بيليق على الوردي وبيليق كمان على الأزرق اللي أنا حطاه فوق عيني، وهحطه على الجفن المتحرك في النص بس، وهوزعه بصباعي يمين وشمال بدون ما ألمس الزاوية الداخلية للعين ولا الزاوية الخارجية للعين ولا الحاجب. وبعد كده بندمج أطرافه بس بفرشة دمج واسعة، وبعد كده بفرشة قلم رفيعة هاخد آي شادو فاتح زي اللي واضح عندكم في الفيديو علشان أنور الزاوية الداخلية للعين، وبكده يبقى المكياج مناسب لبعد الظهر أكتر من الصبح. هوضب حواجبي، هستعمل ماسكارا تكثيف وتطويل علشان اللوك يبقى مناسب لبعد الظهر. هشيل اللزق وانضف تحت عيني بالكونسيلر واكون دقيقة شوية عند خط الايلاينر ملخبطوش. وده كده اللوك التاني ينفع لمناسبة بعد الظهر. اما الطريقة التالتة فهحوله لمكياج ينفع لسهرة، بس برضو مكياج يكون رقيق وشيك وجذاب لكن فيه لمعة. هغمق شوية الايلاينر اللي انا حطيته بفرشة ايلاينر رفيعة جدا، وهمده اكتر شوية لبره، وهزود اي شادو فيه جليتر
زي اللي أنا بستعمله واللي واضح في الصورة، وهزوده بفرشة رفيعة جدا. أحط خط رفيع في نص خط رموشي اللي تحت لمسافة قصيرة جدا، يعني تقريبا ممكن تحدديها ببقبق العين. هتخططي بطريقة الطبطبة رايح جاي تحت المسافة بتاعة بقبق العين بالظبط عشان يدي لمعة وتنوير للجزء ده. وهنعمل نفس الحركة على الجفن اللي فوق. هنيجي عند خط الرموش بالظبط اللي فوق بقبق العين، نص الخط كده في نصه، هنلمس بالفرشة عند خط الرموش رايح جاي بالجليتر، فهيدي برضو تنوير للمنطقة دي وهيدي منظر جذاب جدا في الآخر. وهفتح زاوية العين الداخلية درجة واحدة بس، وأتقل الماسكارا بتاعتي علشان أدي شكل إكسترا. الماسكارا المناسبة بالليل برضو بتكون ماسكارا تكثيف وتطويل، وبتكون أتقل شوية من ماسكارا بعد الظهر. وبس كده، جربوها وقولوا لي رأيكم. وبكده الفيديو يكون خلص. أرجو إنه كان مفيد ليكم، وأشوف وشكم على خير. باي.